سلامات. أنا لقيت كتاب لكاتب ياباني اسمه توشوكازو جو أويتشي. الكاتب عامل كتاب عبارة عن رحلة، لعبة، فسحة، بس مليان مشاعر، مليان مشاعر وأسرار وعمق كبير قوي. الكاتب الياباني ده الكتاب بتاعه اللي هو عمله كان في الأول عبارة عن مسرحية، ومن كتر نجاح المسرحية ده حولها لكتاب، والكتاب اسمه قبل ما تبرد القهوة Before the Coffee Gets Cold. الكاتب في الكتاب بتاعه معتمد على 4 قصص، 4 قصص مليانين مشاعر. كل قصة منهم بتحكي حكاية ناس افترقوا وهم في نفسهم أو في بالهم أو في جواهم حاجات ما وصلتهمش، يا كلام ما تقلهمش، يا حاجة هم كانوا عايزين يقولوها، يا إما شكر، يا إما كلمة حب، يا إما كلمة اعتذار، يا إما فهم غلط كانوا فاهمينه. والكتاب بيتكلم في العمق بتاعه عن حاجة في الثقافة اليابانية اسمها مونونو أوير، يعني ان انت تعيش الحاجة بالرغم من ان انت عارف ان الحاجة دي هتخلص، او ان الحاجة دي هتزول، او انها مش موجودة، لكن انت بتعيشها بكل كيانك، بكل احساسك، بكل عمق فيك، بالرغم من ان انت عارف ان الحاجة دي هتخلص او مش هتبقى موجودة. والمثال بتاع الحاجة دي هي القهوة، ان القهوة وهي سخنة بيكون ليها طعم وبيكون ليها معنى وبتكون حاجة حلوة ونقعد علشان نشربها. وكأن الوقت اللي فيه القهوة سخنة ده هو الوقت اللي فيه سعادتنا، اللي فيه الحياة، اللي فيه انبساطنا، اللي فيه احنا. والقهوة سخنة، لما القهوة تبرد بتخلص الحاجة، بتخلص متعة الحياة اللي احنا كنا المفروض نعيشها، او كنا المفروض نستمتع بيها، او كنا المفروض ندوقها زي ما هي في الوقت بتاعها، الوقت الصح وهي سخنة. فاسم الكتاب اللي هنقول منه، هو الكتاب بيتكلم عن 4 قصص، انا هقول منه حكاية واحدة النهاردة، قبل ما تبرد القهوة. في الكتاب حاطين شروط صارمة جدا. الكتاب بيتكلم عن مقهى موجود في مكان في اليابان. المقهى ده فيه كرسي، لما الواحد يروح يقعد على الكرسي ده يرجع بالزمن، بس الشرط انه يروح ويرجع قبل ما القهوة تبرد. لو بردت القهوة هيتحول لروح في المكان ده، بالإضافة لأنه ما يقدرش يغير أي شيء من الماضي. يعني لو حد توفى ما يقدرش يرجعه، لو كلمة ما اتقالتش ما ينفعش تتقال، لو حد مش يسابه ما ينفعش يرجع له، أي حاجة حصلت في الماضي ما ينفعش ترجع. هو كل الفكرة إن هو يروح الماضي قبل ما تبرد القهوة علشان يصلح الحاضر بتاعه، علشان يظبط وقته اللي دلوقتي، علشان يلحق قهوته وهي سخنة قبل ما تبرد. الحكاية اللي اخترتها النهاردة علشان احكيها لكم هي حكاية اختي. انا قلت لكم ان الكتاب معتمد او بيحكي 4 حكايات. احنا هناخد النهاردة حكاية الاختين هيري وكومياكو. هيري كانت اخت كبيرة وكانت مستقلة وبتحب الحرية، وكانوا عايشين في مدينة صغيرة. فهيري سابت اهلها ومشيت وراحت المدينة وفتحت بار وعاشت فيه، وبقت بتدير البار بتاعها دي وعايشة في حرية واستقلالية وشايفة كده انها قوية وانها جامدة وانها ما حصلتش. كانت اختها كومويكي بتروح لها دايما بانتظام علشان تسأل عليها، وكانت هيري فاكرة ان اختها دايما بتجيلها علشان تسرق حريتها، وعلشان عايزاها ترجع لأهلها، وعلشان مش عايزاها تعيش الحياة اللي هي عايزاها. المهم ان كانت كوميكي دي كل شوية تروح لأختها وهيري ما ترضاش تقابلها، تستخبى منها وتهرب منها وما ترضاش تقابلها لانها متوقعة ان هي جاية علشان تبوظ حياتها او انها ترجعها لأهلها، وهي ما كانتش عايزة كده. كانوا هاري وكوميكي عندهم في المدينة بتاعتهم ده فندق صغير اللي هو ورث العيلة يعني، والمفروض ان هم يدروه. وبدام هاري كانت الأخت الكبرى أو هي اللي كانت بتفهم في الفنادق أو في إدارة الفنادق، كانوا عايزينها هي اللي تيجي تدير ورث العائلة ده.
فعشان كده هي هربت وراحت المدينة وفتحت البار وعاشت حياتها، وكانت أختها كل شوية تجيلها بانتظام علشان زي ما هي كانت فاهمة ترجعها تدير ورث العائلة ده. فمرة من المرات اللي راحت كوميكي لأختها زي ما بتروح لها علشان تسأل عليها، وهاري هربت منها برضو واستخبت منها في المطبخ ومرضيتش تقابلها مشيت الأخت وهي ماشية حصلت حادثة وتوفت. هاري زعلت جدا علشان أختها، وحست بقى بكل الأحاسيس الوحشة وإزاي إنها ما قابلتهاش، وما لقتش حل غير إن هي تروح المقهى اللي فيه الكرسي اللي بيرجع بالزمن علشان بس تقابل أختها وتقول لها إنها وحشاها، أو يعني كنوع من أنواع الاعتذار يعني. فراحت فعلا وقعدت في المقهى وطلبت القهوة بتاعتها، وشروط المقهى كانت أو شروط الرجوع بالزمن كانت قاسية جدا، إنها ما ينفعش تفضل، يعني لازم ترجع قبل ما القهوة بتاعتها تبرد. لو القهوة بردت هتتحول لروح وهيبقى مشكلة كبيرة جدا، وما ينفعش تغير حاجة. يعني هي رايحة تقعد في المقهى دي وهي عارفة انها مش هترجع اختها للحياة تاني، لكن هي بس عايزة تشوفها. فراحت فعلا وقعدت وطلبت القهوة، ولما قابلت اختها اكتشفت ان اختها ما كانتش جاية علشان ترجعها تدير المقهى ولا ترجعها المدينة اللي هم كانوا عايشين فيها ولا حاجة. كل القصة ان كانت اختها جايه كانت راجعه تقول لها انا هدير الفندق بدالك، وانتي بس بقي تعالي تزورينا علشان نعيش كعيله، علشان ما تبقيش لوحدك. هي كانت كل القصه عايزه تقول لها ان احنا بنحبك وموافقين. عايزه تقول لها الكلام ده لما قابلتها لما رجعت بالزمن زعلت جدا، بس لما رجعت غيرت بقى المستقبل بتاعها، قفلت البار ورجعت يعني تقدير لاختها وعلشان عرفان بجميل اختها، وعشان تكفر عن انها ما كانتش بتقابلها قفلت البار ورجعت تدير الفندق بتاعهم، ورجعت للعيله بتاعتها، ورجعت يعني بمجرد انها عرفت الماضي او اللي كانت اختها عايزه تقوله لها غيرت الحاضر والمستقبل بتاعها، يعني غيرت نظرتها للحياه. اللي خلى هاري كانت مش راضيه تقابل اختها لانها اول حاجه كانت فاهمه غلط. كانت فاهمه ان اختها جايه ترجعها علشان تدير الورث بتاعهم، وعايزه ترجعها المدينه الصغيره بتاعتهم، ومش عايزاها تستقل ومش عايزاها. فهي كانت فاهمه غلط. احنا اوقات كتيره بنبقى فاهمين الناس اللي حوالينا غلط، وبنبني حوالين نفسنا حيطه او سور علشان احنا فاكرين ان الناس دول عايزين مننا حاجه او عايزين ياخدوا حريتنا، وكل القصه ان هم بيكونوا بيحبونا وخلاص. تاني حاجة، هاري ما كانتش بترضى تقابل أختها أو ما كانتش راضية ترجع المدينة بتاعتها أو ترجع لورث أهلها علشان هي كانت عايزة تحس إنها قوية، ما كانتش عايزة تبين ضعفها. أنا قوية وأنا أقدر أعيش لوحدي، وأنا عايزة أبني حياتي واستقلالي وأنا قوية، أنا قوية، مش عايزة تبقى ضعيفة، مش عايزة تضعف قدام أختها لما كانت بتجيلها، علشان هي عارفة إنها بتحب أختها، فممكن لما أختها تكلمها تضعف قدامها، فما كانتش بترضى تقابلها. يعني الفهم الغلط وخوفنا من الضعف أوقات كتير بيضيع علينا حاجات كتير، وبيخلينا ما نستوعبش وما نفهمش الناس اللي حوالينا والناس اللي بيحبونا واللي مش عايزين منا حاجة ومش عايزين ياخدوا حريتنا ولا أي حاجة من الكلام ده. لو انت عرفت ان القهوة بتاعتك سخنة اهي وفي ايدك، هتلحق تشربها وهتتصل او هتروح او هتتكلم او هتكتب الكلام اللي انت كنت مأجله قبل ما القهوة تبرد، وهتعيشه في وقته والقهوة سخنة وهتدوق طعمه وحلاوته، ولا هتستنى لما القهوة تبرد؟ الوقت مش كتير ومش طويل زي ما انتوا فاكرين، الوقت قصير قوي زي القهوة كده. ما هتبرد هتاخد وقت قد ايه القهوة عشان تبرد؟ 4 دقايق 5 دقايق، هم دول حياتك، هو ده الوقت اللي هتستمتع فيه. واليابانيين بالمفهوم بتاعهم ان انت تعيش الحاجة رغم ان انت عارف ان هي هتخلص، تستمتع بيها رغم ان انت عارف انها هتنتهي، زي القهوة كده ما بتستمتع بيها وانت عارف انها هتخلص. استمتع بحياتك وقول اللي انت كنت مخبيه او اللي انت مش عايز تقوله،
ما تأجلش الحاجات، واستمتع بوقتك وبحياتك قبل ما القهوة تبرد. وانتبهوا، ملهاش إعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. وسلام.